السلام عليكم ورحمة الله. في مفاجأة صادمة للمخزن ولفوز الأقجع، الكاف تعلن رسميا عن المدن المغربية التي ستحتضن كأس الأمم الإفريقية 2025. أما مدينة العيون المحتلة غير معنية رغم محاولات المخزن أن تكون ضمن المدن المغربية. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. أعلنت اليوم السبت الكاف أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن المدن المغربية التي ستحتضن كأس الأمم الإفريقية 2025، والمدن هي مدينة مراكش ومدينة أكادير ومدينة فاس ومدينة الرباط ومدينة طنجة وأخيرا مدينة الدار البيضاء. وتم استبعاد مدينة العيون التي هي في الصحراء الغربية، وكانت المغرب تسعى لأن تكون ضمن الدول وأن يعترف بها الاتحاد الإفريقي، ولكن الاتحاد الإفريقي يعترف بأنها دولة مستقلة ولها منتخب مستقل، وبالتالي تأكدت بصفة رسمية بأن مدينة العيون المحتلة ليست مغربية وليست معنية باحتضان المنافسة القارية، خلافا لرغبة وتخطيط فوز الأقجع والمخزن المغربي. وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي وجه ضربة قوية لفوز الأقجع وللمخزن، وأيضا من خلال قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وبذلك اقتراب انتصار اتحاد العاصمة ووليد صادي والجزائر بإذن الله في محكمة التحكيم الطاس. والسلام عليكم ورحمة الله.